ناس كتير الفترة اللي فاتت دخلت سألتني انت ليه يا زينب غايبة عننا كتير كده، ليه ما بتنزليش، ليه مش ظاهرة؟ برضه سألتوني كتير على آخر فيديوهين نزلوا عندي وايه قصتهم وراهم ايه. عايزه اقول لكم ان الفتره اللي فاتت ما كنتش غايبه عليكم مزاجي، لان انا بجد كنت بمر بظروف صعبه قوي، وللاسف المره دي كان الموضوع مأفور شويه معايا، فانا هحكي لكم كل حاجه بالتفصيل. وطبعا زي ما انتم عارفين اني مش بطلع اتكلم في اي حاجه تخص حياتي الشخصيه، ولا بطلع اتكلم في حاجات زي كده، وانتم عارفين برضو ان انا ولا عمري باجي على حد، ولا بطلع عيب في حد، ولا بزعل حد. وطبعا انا طلعت اتكلم عشان سؤالكم زياده وخوفكم عليا، ولازم تعرفوا كمان الحقيقه. انا طبعا بعد تفكير كبير قررت اطلع اتكلم معاكم عشان برضو سؤالكم كتير عليا، وعشان من حقكم تعرفوا اللي حصل. وطبعا قبل ما اتكلم في اي تفاصيل عايزه اتكلم بجد واقول ان الحسن شخص متواضع جدا ومحترم جدا وبيحب جمهوره جدا، وده طبعا سبب كبير قوي للمشاكل اللي انا هحكيها دلوقتي. طبعا قبل اي حاجه عايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي، وما تفهمونيش غلط على اي حاجه هقولها. الفكره هنا مش في ان هو بيحب جمهوره اكتر وبيحب ابنه اكتر والكلام ده، كل الفكره ان بس المفروض ان انا خطيبته، المفروض ابقى من اولويات حياته اهم شخص في حياته. وطبعا انا كنت جبت حاجتي وجبت جهازي، كنت خلاص يعني كان فاضل حاجات بسيطه قوي على فرحنا، بس على اخر لحظه فصلت. طبعا انا عارفه ان الكلام ده هيزعلكم جدا، بس وعارفه قد ايه بتحبوا حسن وبتحبونا مع بعض. وطبعا زي ما انتم عارفين انا وحسن بقالنا 3 سنين مع بعض. طبعا في حاجه بصراحه مزعلاني قوي، سمعت كتير جمله ده ترند، واكيد منكم هيقول كده وقال كده يعني، بس عايزه اقول لكم يعني احنا من ساعه ما طلعنا انا وحسن محترمين جدا، ما بنعملش اي ترندات، ما بننزلش فيديوهات غير كل فين وفين مع بعض. احنا اصلا في اول خطوبتنا المفروض كان في هوجه وترند، احنا ما عملناش اي حاجه. فهو اصلا سكته بيغني وانا سكتي حاجه تانية، واحنا ما لناش في الكلام ده وانتم عارفين، فبلاش الكلام ده يعني عشان بيضايق. طبعا قبل ما اقفل الفيديو اسفه، قبل ما اقفل الفيديو حابه اقول كلمتين ليكم. انا والشخص ده علاقتنا محترمه جدا من اول ما عرفنا بعض لحد ما سيبنا بعض، ما فيش اي حاجه وحشه حصلت. يعني مش عايزه حد يطلع يتكلم ويقول اصل ده هو عمل وهي عملت والكلام ده، لا مفيش الكلام ده. كل الفكره بس ان احنا سيبنا بعض باحترام، وربنا يوفقه، هو شخص محترم جدا. انا بس حبيت اطلع اوضح لكم الصوره واطمنكم، غير كده ما كنتش هطلع اتكلم في اي حاجه. وهو شخص محترم زي ما قلت لكم، وربنا يوفقه في حياته وفي مجاله وفي اغانيه اللي هو مش مهتم غير بيه. وشكرا.